لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. رسميا صفقة القرن تهز النادي الأهلي عن قريب. تطورت مهمة في صفقة الأنجولي جيلسون دالا مع الأهلي. توافقت مفاوضات النادي الأهلي مع الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الوكر القطري بعد مفاوضات مكثفة قادها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الشيخ خليفة بن حسن الأساني رئيس الوكرة خلال تواجده الأخير بالقاهرة قبل أسبوع. وطلب الأهلي خلال التفاوض الحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر مع وضع بند في عقد اللاعب بحقية الشراء بعد فترة الإعارة، إلى أن اللاعب رفض الأمر وطلب الانتقال بشكل نهائي، بالإضافة إلى تأكيدات جانب مصادر داخل النادي الأهلي أن زوجة اللاعب رفضت الأمر وفضلت الاستمرار في قطر. وكثف الأهلي مفاوضاته في المرحلة الحالية من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح أجنبي أيضا، بعد أن فضل الأهلي التعاقد مع مدافع ولاعب وسط من الدوري المصري، وهما الثنائي مصطفى العش وعبد الرحمن البنوبي لاعبي نادي زد.